اللي بيصبح كل يوم تعبان وكسلان وجسمه مهدود وآلام شديدة وكأنه كان بينقل الجبال من أماكنها طول الليل، حتى إن بعض النساء تقول يا شيخ أنا بقوم في الصباح الأشياء العادية ماني قادر عليها، الأعمال العادية اليومية ماني قادر عليها، أصبحت مثل المريضة أو مثل المرأة العجوز. 5 دقائق فقط، مطلوب منك في 5 دقائق فقط قبل النوم تنفذي 3 أشياء بكل هدوء وسهولة وانت على سريرك. رقم 1، اجمعي كفوفك على فمك بهذه الطريقة، اقرأي فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، انفثي 3 نفثات، ثم امسحي جسمك بالكامل من الأعلى إلى الأسفل. هذا الأمر الأول، سهل جدا. الأمر الثاني، اقرأي آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، مرة واحدة. الأمر الثالث والأخير والأهم، سبح الله 33، احمد الله 33، قولي الله أكبر 34 فقط، ونامي. وانظروا النتائج، انظروا إلى النتيجة يا جماعة. سنة حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوها. المشكلة في عدم الاستمرار. استمر، امشي لمدة أسبوع وشوف النتيجة. اللهم يا رب عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا، وعافنا في أبداننا وفي قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، اللهم انشر فينا رحمتك يا أرحم الراحمين.